السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم أم زكي جبت لكم وصفة رائعة وبنينة وحصرية خاصة غير بأم زكي، هي كيش كات سيزون ولا كيش الفصول الأربعة. نبداو على بركة الله بالعجينة. أول حاجة عندي 250 غرام فرينة مغربلة، راح نحط عليها 125 غرام مارغرين بحارة الغرفة. نبسو الفرينة مليح. نحط المكونات التالية: عندنا شوية ربح كما تقول أمي ربي يحفظها، عندي شوية ثوم يابس ومرحي، عندي شوية فلفل كحل للنكهة، عندي أيضا ملعقة تاع أكل تاع زيت، عندي شوية سينوج، وعندي صفار بيضة. نخلطوا المكونات ونكملوا نلمو بالماء حتى نتحصل على عجينة. نخليوها ولا نغلفوها بالبابي فيلم ونخليوها تستراح. العجينة بعد ما استراحت دوكا نبدا نحللها. فرشت شويه فرينة ونبدا نحلل. دوكا نجيب صحن الفرن ونبدا نفرش عليه العجينة. بسم الله. دوكا واش ندير؟ راح دوكا هنا ندخلو الفرن يطيب نص طياب فقط، ما نطيبوهش كامل، لازم يطيب نص طياب. نوليو للفصول تاع هاد لاتورت. اول فصل راح يكون كالاتي: في طاوة راح نحطو حبة طماطم مقطعة فقط، مغسولة ومقطعة. راح نحطو ايضا نصف راس فلفل حلو، راح نحطو نصف حبة بصل وثلاث سنات ثوم. نحطو عليهم مقدار 5 ملاعق اكل زيت. نحطو عليهم ايضا التوابل الربح، دائما كما تقول امي نربحو كل ان شاء الله. نحطو الفلفل ولا الكزبر، ونحطو الفلفل اسود شويه فقط ما نكثروش، ونحطو الفلفل الاحمر. نحطو ايضا مقدار نصف ملعقه تاع طماطم مصبره ونحطوهم يطيبوا فوق النار. هنا راح نديرو لاصوص طوماط العاديه تاعنا. من جهه اخرى في هذا الفصل عندنا كميه من الفيونداج، راح نديرو عليها شويه ربح وشويه فلفل كحل وشويه كزبر، ونعجنوها بيدينا. بسم الله. على خاطر راح نديروها كويرات. الفصل الثاني، اولا راح نخدمو كريمه الجبن. في طاس ولا في اناء نحطو 200 مليلتر نتاع لا كريم فريش، 200 مليلتر. فوالا. ونحطو عليهم ايضا 100 غرام تاع جبن ابيض. فوالا. ونمكسيوهم باضافه شويه فلفل كحل والملح اذا تخصينا في الملح. لا جات النصوص نزيدوها شي ملح. من جهه اخرى غادي نمكسيوها. من جهه اخرى عندنا صدر دجاج، طرف صدر تاع دجاج، نديرو عليه شويه فلفل كحل وشويه تاع ربح وما نكثروش، ونخلطو مليح ونعملوه كويرات كما درنا في الفيونداج. نوليو للفصل الثالث. اول حاجه عندي 2 حبات بصل متوسطه قطعناهم شرائح، على خاطر البصل هذا راح نكرملوه. راح نكبو عليهم مقدار 5 ملاعق زيت. ندير عليهم ايضا 2 فصوص تاع ثوم بين كهلي البصل. ندير عليهم
الربح نربحو كل كيما تقول امي، ربي يحفظها. وندير عليهم شويه فلفل يكحل وما نكثروش. هنا هذا البصل لما يذبل مره فوق النار راح نزيدوا له ملعقه صغيره تاع سكر ونخليوه يتكرمل مليح مليح. بعد ما فورنا البطاطا معسناها كيما راكم تشوفوا، دوكا نديروا لها شويه ملح وشويه فلفل كحل وقطعه تاع جبن ابيض. تحبوا ديروا جبن رابي ديروا، الاختيار لكم. نخلطوا مليح حتى تتجانس المكونات. عجينه الكيش راهي طابت نص دياب. دوكا نجيب الجبن الابيض حطيته في جيب الحلواني ونبدا ندور على الحاشيه. كيش الفصول الاربعه بعد ما طيبناه راهو واجد، حطيناه في صحن تقديم ولا اروع، والبنه عالميه بكل المقاييس. نتمنى تجربوه وديروه وتردوا لي في التعليقات ان شاء الله. انا هنا قبل ما كي خرجته من الفرن دهنته بشويه زيت الزيتون باه يعطيني لمعه، يعطيني وجه جميل. ان شاء الله ديروه وتستمتعوا به ان شاء الله. الى هنا نقول لكم، وإذا عجبتكم من الوصفه ما تنساوش تشتركوا معنا على قناه وصفات ام زكي وعلى صفحه الفيسبوك وصفات ام زكي، وما تنساوش تفعلوا الجرس بيوصلكم كل جديد. والى اللقاء.